عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ انا هعمل النهارده رسوس وهعمل صوبيا هوريكم انا هعمله ازاي. احنا بنعمله وبنفرقه، هوريكم انا هعمل الطريقه ازاي. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس كده عشان كله يشوف اللي انا بعمله، ويا رب الطريقه اللي انا بعمل بيها تعجبكم. ويلا بينا نبتدي يا حبايبي. انا هعمل صوبيا، احنا بنعملها بنفرقها مش بنبيعها، وهعمل الرسوس هوريكم انا هعمله ازاي. انا جايبه صوبيا اهي، انا اضربها بقى في الخلاط. فضلنا كده كلها على بعضها في الخلاط. معايا في السكر اهوت، هفضي نصه. نجيب بقى على الميه، اضربها بقى في الخلاط وارجع لكم. معايا جردل اهو يا حبايبي، انا حاطه نص ميه، هفضي بقى فيه في قلبه كيسين سكر. اقلبها بقى وارجع لكم. اقلب حبايبي، قلبنا بقى السكر، وكان في شويه صوبيا تانيين الشفشق بتاع الخلاط ما خدتهمش، حطيتهم عليهم وقلبتهم. اهي نصب بقى الصوبيا اللي احنا ضربناها في الخلاط، ونقلب العصايه دي احنا عاملينها للصوبيا، جايبينها للصوبيا، خلينا المجره عاملين عصايه للصوبيا. اهي يا حبيبي قلبناها كلها، هي الجردل كله اهو، ما عادش فيه سكر تحت. نجيب بقى الاكياس ونصبها. اهي يا حبيبي بقى جبنا الاكياس وهنعبي اهو. احنا بنفرقها مش بنبيعها، احنا بنعمل كده على طول، بقالنا 15 سنه بنعمل كده على طول في رمضان. يوم صوبيا ويوم تمر، بس العرقسوس اساسي كل يوم، لازم العرقسوس كل يوم. يوم صوبيا، يوم تمر، يوم برتقان، اللي ربنا بيقدرنا عليه بنعمله، بس العرقسوس اساسي كل يوم. احنا بنعمل كده على طول. الناس بتجينا منين نخر الدنيا والله بجد، ناس بيجينا عشان العرقسوس بتاعنا، بيبقى ناس تقول الطريقه اللي انتوا بتعملوا بيها والعرقسوس بتاعكم مسكر وجميل. انا بقى مش عايزه اطول عليكم، انا هعمل الجردل بقى كله، وبعدين اما اخلص هبقى اوريكم. العرقسوس اهو يا حبايبي بقى، وبتجيبي العرقسوس وتجيبي الميه وترششها عليها كده، عشان انا كنت بصور بس الكهرباء قطعت فمش هينفع بقى. انا كده عملت اهوت. بتجيبي العرقسوس ترششيه كده بالميه، وتحطي معلقه، ده نص كيلو عرقسوس، بتحطي عليه معلقه كربوناتو اللي هي المعلقه الصغيره بتاعه الشاي، و3 معالق سكر، وتفركيه وتسيبيه ساعتين 3 على ما يعمل كده، على ما يتخمر. هو كده انا عملت اهوت، بس الكهرباء قطعت بقى ما عرفتش اصوره. افضيه بقى في الشاشه واوريكم انا هعمله ازاي. جبت جردل اهوت وحطيت في قلبه مصفى، ودي الشاشه ديت انا بعمل بقى العرقسوس. الشاشه دي انا بعمل بقى العرقسوس كل يوم. افضي بقى في قلبها العرقسوس كده،
اهي يا حبايبي فضينا بقى كلها اهوت في الشاشه. نربط بقى الشاشه نلمها كده على بعضها. اهي نلمها كده على بعضها كده اهو ونربطها. منخليش بقى ايه حته باينه من الشاشه توقع فيها عرقسوس، عشان العرقسوس ما يبقاش في ايه تفلم اللي هو بتاع العرقسوس. اهي نربطها كده، نشيلها بقى نحطها هناك عند الحنفيه وننزل عليها الميه. اهو يا حبايبي بقى بتجيبي الخرطوم، تفتحي بقى الحنفيه شويه صغيرين خالص كده اهوت، واقوم جايه حاطه الخرطوم، لا اما امسكه بقى بايدي كده واقعد ارشرش عليها كده بالراحه، ما افتحش الميه على الاخر. اهي اهي اقعد بقى ارشرش عليها كده لحد الجردل ما يتملي، عشان ده نص كيلو او نص كيلو وشويه كده، فدوت بيملى الجردل اللي هو الازرق الكبير دوت. اقعد بقى ارشش عليها كده، ما تدلقش الميه كلها مره واحده، عشان لما تدلق الميه كلها مره واحده ما بيبقاش كويس. لازم تعملي كده بالراحه ويصفي بقى وينزل اللي فيه براحته. امسك بقى الخرطوم وكمان ارشش عليها كده لحد ما اخلص، وبعدين ابقى يا حبايبي بقى نقعد نرشش عليها كده كده. وانا خلصت اهوت الشاشه ما عادش فيها حاجه اهي، خلاص كده كل اللي فيها نزل اهوت، ما عادش فيها حاجه. نقفل الميه بقى واشيل الحاجه واوريكم. اهو يا حبايبي خلصنا اهو. ده الاساس بتاعنا، نصبه بقى في الاكياس. اهو يا حبايبي نربط بقى كيس كمان كده معاكم، وبعدين اربط بقى الجردل كله، وبعدين ابقى اوريكم. اهو يا حبايبي بصوا لونه عامل ازاي. الكيس بقى ده خلاص، وهربط بقى الجردل كله وبعدين اوريكم، عشان بس اخلص، عشان ايه خلاص الوقت اسف. لونه جميل ومرغي وجميل اهو. هخلص بقى الجردل كله وبعدين ايه ابقى اوريكم بقى اما اخلص تربيط. حبايبي الصوبيا اهيت ربطناها كلها اهيت، جت الجردل عمل الصينيه دي والشويه دول، والجردل خد كيسين ونص سكر. اعمل بقى العرقسوس واوريكم. حبايبي انا عبيت العرقسوس اهوت، ولسه باقي الجردل فيه بقى، عشان هما بياخدوا اللي هما ولادي بياخدوا يفرقوا ورايا، فانا هبقى هعبي بقى الباقي. ودي الصوبيا اهيت وده العرقسوس اهو. ويا رب بقى النهارده العرقسوس بتاعنا يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.